الإيثيريوم اليوم كانت حركتها أحسن من الأيام الماضية وأحسن من البيتكوين. السؤال، هل رح تكفي هيك؟ خلينا نشوف سوا. الإيثيريوم من بعد ما كسرت السبورت وراحت فيه بالعرض، هيدا كرمال عيونكم شنة. هلا بس بعدنا بنفس المكان، إنه هي ما عم تقدر تكسر 4500. شفناها. هلا نحن بالأيام الماضي يوم هذا ما طلعت لعنده 2 3 وهذا اليوم الرابع 4 أيام عم بتدق 4500 وما عم تقدر تكسره. بما انه ما عم تقدر تكسره، اذا بحال بدها ترجع تجرب وتدق فيه من هون للساعات اللي جاي وما تقدر تكسره، رح ترجع تنزل. وبعدني على كلامي على مستوى 4000. المستويات اللي بدها تنزل عليها اكيد تخترق تمشي اول مستوى 4353 4200 4000 حسب هي قوتها قد ايه بتقدر ترجع تعمل ريباوند على مستوى 4350 او 4340. هيدا منه مستوى دعم قوي وهيدا منه مستوى دعم قوي. هيدا افضل من هيدا، يعني 4200 اقوى من 4330 او 4340. بس اذا بحال كسرت 4340 بنزول رح تكفي بنزول لمستوى 4200 او 4000. هذا اللي إلي يومين عم بقوله، بعدني شايف هيدي نزول لهنيك. ليش؟ رح اعطيكم اول مثال. الهيد اند شولدر عم بيتكون، اذا بتطلع هذا اول واحد، هذا ليفت شولدر وهذا الهيد نزل لهون. هلا بعد لنا الرايت شولدر. انا عم بحط بس هيك وهمي بس لورجيكم انه عم بيتكون هون حركة بدها تغير حركة الإيثيريوم. بس لتغير حركة الإيثيريوم ففي احتمال ترجع توصل على 4600 أول ما ترجع تنزل أو تكسر، أو الهرم يعمل هرم صغير هون بهالمستوى بين 4450 وال 4200 وترجع تطلع. لهلا أو إذا بدكم تاخدوها بهاي الطريقة على الإليوت، وهي ساعتها من بعدها بدها تنطلق. فحركتها بدها تصير بالانطلاق، بدها أكيد ما في مهرب منها. بس السؤال امتى؟ بعتقد لنهار الجمعة مش لبكرة الخميس. فكرمال هيك من هون لبكرة الخميس رح تكون متقلبة كتير، واحتمال نزولها برجع بعيد 4200 و 4000. هذا ما يخص على اليومي. وإذا بدي أخدها كمان من هون لهون، هي بترند صعودي بذات الوقت. هيدا لور هاي وهيدا هاير هاي. فهي هلأ بماشي بترند صعودي، حركتها أحسن من البيتكوين بس احتمالية نزولها لمستوى 4200 أو 4000 واردة جدا وجدا. فكرمال هيك هيدا احتمال نزول تاركو وعامل عليه، عم بشد عليه جدا أكتر من إنه الصعود لفوق. عشان الصعود أنا برأيي يا راح يكون الجمعة يا التنين أو بنهاية الويكند. نحن هلا بنحكي بالساعات، وخاصة لليوم اللي بيكون خميس، يعني لليوم التاني نشوف كيف تكون حركتها. هلا عليها هيدا نشيله نحطه هون. هلا محل بدها تكون هاي الشمعة اللي هي شمعة بكرة، عليها تكسر هاي الشمعة 4500 أو 4485 لتبلش تصير إيجابية أكتر. بما إنه ما عم تقدر تكسرها بالوقت الحالي احتمالية نزولها كتير باردة. خلينا نشوف الام اي ريبن بطلوع ستوكاستيك اراساي. والاراساي شو بيقولوا لنا؟ ستوكاستيك بالصعود، الاراساي رايح بالعرض على 50%، يعني حركتها ايجابية. بس هلا بالوقت الحالي خاصة عم بيصير الليل نيوترال. طيب شو بدي اقول؟ الماكدي بيقول انه في نزول، او بالاحرى هي بعدها نازلة. طيب بدنا نعرف نتأكد طريقة بالضبط لو رايحة. خلينا نشوفها على الساعات. بالساعات طلعت شوي لورا واخدت من فوق ورحت فيها نزول لشوفها وين بدها تكسر. وهيدا السبورت الموجود على 4367 هو نقطة التقاء، وكان مهم جدا.
واخدت من تحت مشان صار في تغيير بحركتها، اخدتها من تحت وطلعت فيها طلوع بالشانل، وهي اخترقته بهيدا هون نص محل ما انا حاطط الدويرة، وكفت بالطلوع على مستوى 4450. لو بهيدا النقطة اللي هون اللي فيها الدويرة ما قدرت تخترق، كان عنا عن جد مشكل، وراح نشوفها على مستوى 4200 كانت رح تنزل لهنيك. هلا بالوقت الحالي هي عملت وطلعت برا الخط، برا الشانل، فهي صارت ايجابية وبطريقة كتير حلوة. هاي بمخصص على الساعات. فهلا هيدا صار بدي شيله، وهيدا رح شيله، وهيدا كمان رح شيله. السبورت رح اتركه مشان هو من الاساسيات عنا هون، من هيدول موجودين هون، فكرمال هيك رح يكون موجود هو 4370. طيب نكبر شوي الصورة ونشوف انه هي هلا بالوقت الحالي عم تعمل كونسوليديشن، عم بتروح بالعرض، وهذا الشيء هي هون بقلنا ناخدها من هون ونروح فيها لهون. هيدا بس عم برسم لكم اورجيكم هي كيف عم بتروح بالعرض، وين مستواها الصعود وين مستواها الواطي، وهي وين بالوقت الحالي هي تحت 50%. فكرمال هيك اذا ما قدرت تخترق بالساعات اللي جاي 50%، هي رح ترجع تنزل على مستوى 4435. بدنا نشوف اذا رح ترجع تكسر بنزول ولا رح ترتد وترجع تطلع. هيك بالساعات هيك بتكون عم تمشي. فانا هيدا ما بياخدو 100%، بس انا عم بعطيكم اياه مثال لاشرح كيف تقريبا بتكون حركة الاثيريوم. طيب هلا بما انه واقفة هي على 4455، نفتح 4400، نفتح 4435 ونفتح 4500. هذول المراحل هن كانوا عندنا موجودين من قبل ونحن حاطينهم. بس لحظة شوي بدي ارجع قبل ما ازيد هدول لورجيكم الحركة كيف عم بتكون. 4435 انا ما كنت بعدني حاطه. اذا بترجع بتطلع انا هلا حطيت لهيدا الشانل ورجعت ضويت 4435، يعني عم برجيكم الشغل كيف بيكون صح. يعني هلا هي بهيدا الشانل اذا رجعت دقت 4435 وما قدرت تكسرها بقى، يعني او ما عملت ريباوند او ما عملت ريتست عليها، هي رح تتجه بنزول على مستوى 4400. هاي كأول مرحلة. بهيك شرحي بيكون 100% جايب لكم اياها وورجيتكم كيف عم تتحرك. بما انه هون عملت كونسوليديشن، هون عملت كونسوليديشن، بس للاسف الكونسوليديشن اللي بتعمله هون بتنزول، وهون نفس الشيء الكونسوليديشن اللي عملته من بعدها نزلت، واحتمال تعمل نفس الشيء كونسوليديشن ترجع تنزل شوي. مستوى 4350 وردة، ومستوى 4400 كمان وردة. كرمال هيك حطيتهم للمستويات لتشوفون. على اليمين يا ربن عملت فليب وهي طالعة من ورا هاي الشمعة اللي صارت. هذا الشيء اوكي كتير منيح وايجابي، بس هل يا ترى راح تكفي هيك؟ هذا السؤال المهم. الماكدي شو عم بيقلنا الماكدي هون رايح على نقطة الفليب، يعني في احتمالية نزول. وانا هذا بشوفه اكتر انه راح يصير في نزول اجباري، مشان ما قدرت تخترق 4500 ما قدرت تخترقها، واللي هي كانت هون لما وصلت لها. هلا ستوكاستيك راساي طاير بنزول لا راساي حلاوته صار تحت الخط الأصفر، اوكي سلبي، بس اللي حلاوي بالموضوع انه هو فوق 50% ورايح بالعرض، يعني رح يخفف، بعتقد رح يهدي على مستوى 4436 او 4430، رح يهدي هونيك شوي قبل ما يرجع يتحرك. يعني في احتمال يعمل ريتست قبل ما يرجع يطلع، او يمشي شوي عليها بالعرض قبل ما يرجع ينزل. الساعات اللي جاي هي رح تخبرنا كيف رح يمشي. بالنسبة إلي أنا شايفها بنزول قبل ما ترجع تكفي انطلاقتها. بنهاية هذا الفيديو أتمنى يكون عجبكم. ما تنسونا فولو لايك وشير.